السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه طلاب ثالثه ثانوي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا استكمالا على الفيديو الاول اللي نزل على حل ترم اول منهج ثانويه عامه، النهارده فيديو جديد نكمل السلسله اللي فيها 3 فيديوهات. طبعا احنا قسمنا الاجزاء علشان الفيديو ما يكونش طويل 5-6 ساعات ويكون سهل بالنسبه لك. ونبدا النهارده في جرامر اسمه الكوزاتيف. وكلمه كوزاتيف يعني السببيه. كلمه كوزاتيف السببيه. طب يعني ايه السببيه اصلا يا مستر؟ طيب لو انا عاوز الون الاوضه ديت، او لو انا عايز اصلح العربيه بتاعتي، او لو انا عايز احلق شعري، فده كله حاجه انا اللي بعملها لنفسي. طيب السببيه دي عشان تيجي احنا محتاجين لشخص، someone. لازم يكون في شخص someone هو اللي هيعمل لك الاكشن. يعني انا مثلا سي لو قلنا I painted، أنا لونت أو دهنت my house last year. أنا اللي دهنت البيت بتاعي السنة اللي فاتت. طيب هل أنت جبت حد يدهن لك البيت؟ لا، قال لك by myself، بنفسي. يبقى انت لو عملت الحاجه ده ما اسموش سببيه، ده جمله فاعل وفعل ومفعول. طيب نرجع للسببيه. احنا محتاجين في السببيه شخص ما يعمل لاجل الشيء. يعني انا دلوقتي لو انا لونت الغرفه او لونت البيت او دهنت البيت، انا محتاج اقول لك ان انا جبت الدهان او بتاع الالوان يدهن لي البيت. يبقى انا دلوقتي جبت someone يعمل لي انا الشيء، يبقى دي السببيه. أنا عملت الشيء بنفسي، يبقى دي مش سببية. طيب خلاصة السببية إيه؟ أقول لك أنا خلاصة السببية. عندك فعل اسمه have، وعندك فعل اسمه get. مهمين الاتنين دول، يعتبر دول 3/4 الدرس النهارده. يبقى أنا عندي فعل اسمه have، فعل اسمه get. طب يعني إيه have ويعني إيه get؟ كلمة have يعني يجعل، خليت. وكلمة جيت معنى الحرف برضو يجعل، بس احنا ممكن نخليها أجبر، يجبر. يبقى أنا خليت حد يعمل حاجة، ممكن استخدم فعلين، فعل اسمه هاف وفعل اسمه جيت. طيب يعني استخدمت هاف وجيت ازاي برضو؟ قال لك بص يا سيدي، الفعل اللي اسمه هاف هيجي وراه حاجة والناحية التانية حاجة. يعني هاف وجيت لو كنا مبني للمعلوم هيجي وراهم العاقل. يبقى انت لو لقيت بعد هاف عاقل وبعد جيت عاقل، ايه اللي يحصل يا مستر؟ قال لك بص يا سيدي، هاف دي دايما تحب المصدر. الفعل فين؟ في المصدر. يعني انت لو شفت هاف وراها عاقل، شخص عمل الشيء، يبقى مصدر. طيب لو لقيت جيت وراها عاقل، قال لك ان جيت تحب التو والمصدر. يبقى تاني فعلين سببيين اسمهم يجعل او يجبر. فعل اسمه هاف، فعل اسمه جيت. طبعا هاف لو جه وراها عاقل يبقى انت محتاج مصدر، جيت وراها عاقل يبقى انت محتاج تو المصدر. طيب يا مستر، هو هاف ده، هاف الفعل اللي اسمه هاف ايه مشتقاته؟ يعني لازم تكون هاف بس؟ قال لك لا، هاف ممكن تبقى هاز، وهاز ممكن تبقى ماضي هاد. طب مستقبل ممكن يبقى will have. طيب مضارع مستمر ممكن تبقى is having أو am having أو are having. طيب ماضي مستمر ممكن تبقى was having أو were having. دي كلها مشتقات مين؟ مشتقات have. يعني أنا لو شفت have has had will have is having was having وراهم جه عاقل، يبقى أنا أحط ورا العاقل ده مصدر. أيوة يا سيدي. طيب مين مشتقات جيت يا مستر؟ مشتقات جيت. قال لك جيت ممكن تبقى جيتس، ممكن تبقى ماضي جت، ممكن تبقى is getting استمرار، ممكن تبقى was getting. طيب مستقبلك ممكن يبقى will ايه؟ will get. اي مشتق من دول لجيت
لقيت وراه عاقل، هتحط مين يا معلم؟ هتحط to والمصدر. يبقى انت عندك فعلين يلخصوا لك الجرامر ده كله، فعل اسمه have، فعل اسمه get. have عاقل مصدر، get عاقل to المصدر. يعني انا مصدر لو انا بقول لك I painted my house last year، انا اللي دهنت او لونت البيت بتاعي السنه اللي فاتت، عايز اخليها سببيه، انقل لك الجمله تاني. I have او I painted my house last year، انا اللي دهنت البيت بتاعي السنه اللي فاتت. عايز احولها لبوزيتيف. احولها لبوزيتيف ازاي؟ احنا هنجيب someone، انا خليت حد يدهن لي البيت. طيب حول لي يلا. لا اما هتستخدم have لا اما هتستخدم get. طب انا لو عايز استخدم have يبقى I، واي ده هو المفعول لاجله، الشيء انا اللي اتعمل لي. ماشي؟ I الفعل السببي اسمه have، العاقل هيبقى مين؟ من paint هيبقى the painter الرسام. I have عاقل، يبقى انت محتاج الفعل paint، يبقى to paint ولا paint؟ I have the painter، يبقى المصدر يبقى paint my house. طب مستر عايز استخدم get، سهله وبسيطه. تستخدم get ازاي؟ قال لك هتشيل have وتحط get، يبقى I get، او لو في الماضي تبقى got. طب وهاف في الماضي تبقى had. يبقى I get الفاعل او العاقل اسمه the painter، انا جعلت البينتر الرسام، يبقى الفعل هيجي to paint. طب ليه to paint يا مستر؟ عشان get عاقل، get عاقل to والمصدر، get عاقل to والمصدر. مستر انت عمال تقول لي انا خليت حد يعمل شيء، طب انا لو عايز اقول ان الشيء ده انا خليت الشيء يتعمل، يبقى انت هنا حولت لي من مبني للمعلوم في جمله، من معلوم خليته باسيف مجهول. طيب معلومك كان ايه؟ معلومي كان have مصدر، وكان get to مصدر، ده المعلوم. طب مجهولك يبقى ايه؟ قال لك بص يا سيدي، مش احنا بنتخانق ويا هاف ويا جيت، احنا بينا مطارق الحداد زي ما بيقولوا، وما بنتصالحش ومش اخوات. طب امتى تتصالحي معايا يا هاف او امتى تتصالحي معايا جيت؟ قال لك الاتنين يتصالحوا لو اتبنوا للمجهول. يعني انت عايز تقول ان الشيء اتعمل بواسطتهم، يبقى احنا هنا قدام حالة فريدة اسمها have وجيت، الاتنين يا مستر الاتنين مالهم؟ اخوات، الاتنين بقوا اخوات. يعني انت دلوقتي عايز تعرفني ان هاف وجيت كان بيجي وراها عاقل، هاف وجيت الاتنين لو جه وراهم غير عاقل، اللي يحصل كده انت بنيت للمجهول. طب نعمل ايه لما انت تجيب غير عاقل ويبقى مبني للمجهول؟ قال لك يا سيدي سهله وبسيطه، بتجيب حاجه اسمها التصريف الثالث للفعل. يعني انت دلوقتي شفت هاف وجيت الاتنين بعدهم عاقل، كل واحده ليها حاجه، هاف مصدر، جيت تو المصدر. طب يا مستر من الجمله بتاعت I get the painter to paint my house، to paint my house عايز ابنيها للمجهول. قال لك سهله وبسيطه، بص يا سيدي، مش انت I ادي I، مش انت have وجيت الاتنين بيساووا بعض، يعني انا اقول لك I had و I got الاتنين في نفس الجمله. طب يا مستر البينتر ده عاقل، البينت ده الفعل، الماي هاوس ده الاوبجكت ده المفعول، يبقى انا هاخد الحاجه الغير العاقل اللي هي المفعول عشان ابني للمجهول. وتقريبا لازم تحط باي، مش تقريبا، هو اساسا لازم هتحط باي بواسطه كذا. يبقى I had
I got المفعول بتاعك اسمه my house. انا خليت البيت بتاعي يدهن بواسطة، يبقى I had I got my house. هتحط الفعل ايه ظروفه؟ مصدر to مصدر بي بي هيتحط بي بي، يبقى I had I got my house. paint تبقى painted by the painter. by the مين؟ by the painter. 3 حاجات خلصوا لك القاعدة. have مصدر، get to مصدر، لو انت لقيت فيه مفعول او مبني للمجهول يبقى هاد وجيت اخوات يجيب لك تصريف ثالث. خلصنا هاد وجيت افعال سببيه، ندخل برضو على شلتين افعال. طيب خلصنا هاف وجيت فعلين سببيين، ندخل على عندنا شلتين 2 افعال سببيه. والله الشله الاولى ادي الشله الثانيه. طيب الشله الاولى انت عايزه ايه؟ قال لك بص يا مستر، الشله ديت شله فعل اسمه ميك. طب ميك انت ايه اسمك ايه يا ميك يعني؟ قال لك انا اسمي يجعل، يخلي يعني. طيب الفعل الثاني اللي انت عايزاه مين؟ قالت لي انا عايزه فعل اسمه لت. طب لت هي يعني ايه؟ يعني يسمح او يدع. طيب الشله دي خلصت 1 2. طب الشله الثانيه بقى اسمها ايه؟ الشله الثانيه انا قالت لك انا ميك قدامي فعل اسمه فورس. ادي الاول. طب فورس انت اسمك ايه يعني؟ قال لك انا اسمي يجبر. مش انت بتجعل، انا بجبر بقى. طيب لت انت اسمك يدع. الفعل اللي يجي قدامه مين؟ قال لك الفعل اللي يجي قدامي اسمه allow. اخويا اسمه يسمح. طيب حد تاني في الشله دي؟ ايوه. قال لك عندك فعل اسمه persuade. persuade يعني يقنع. طب persuade اخوه مين؟ قال لك convince. الاتنين دول معناهم يقنع. طيب عايزين ايه برضو؟ انتوا انا ما فهمتش برضو. قال لك بص يا مستر، مش احنا عندنا فعل اسمه make ولت، الاتنين لما هيجي وراهم الاوبجكت المفعول هيعوز المصدر. خلي بالك بقى ان الناحيه الثانيه كان عاقل وغير عاقل، هنا مفعول، يبقى make let مفعول مصدر. طيب انت عايز ايه؟ فورس انت واللاو انت وبرسويد وكونفينس. قال لك والله يا مستر احنا كلنا لما هيجي ورانا الاوبجكت عايزين التو والمصدر. يبقى انا دلوقتي شله تقول لك مفعول مصدر make let، شله تقول لك force allow persuade convince عايزين مفعول to والمصدر، شله to والمصدر بعد المفعول، شله مصدر بعد المفعول. طب يا مستر قول لي جمله. الجمله بتقول لك my dad بابا allowed me مفعول to drive the car. بابا سمح لي ان انا اسوق العربيه. allow مفعول to والمصدر. طب تعالى كده نحولها الى let. يجي لك في الامتحان يقول لك حط لي let، احولها لك يا باشا اللت في ثانيه. احولها ازاي؟ قال لك ان ماي داد الفاعل بابا. طيب allowed عايزها تبقى let، يبقى let ماضي let. طيب let المفعول me off، allowed مفعول to مصدر، يبقى let مفعول مصدر من to drive تبقى drive the car. يبقى بابا خلاني، بابا سمح لي، تمام. يبقى allowed مفعول to مصدر ولت مفعول ومصدر. طبعا ممكن تشيل allowed تحط حاجه من الشله دي، ممكن تشيل let تحط ناس من الشله دي. طب يا مستر انت الجملتين دول مبنيين للمعلومه، بابا فاعل فعل مفعول، انا عاوز اقول لك ان انا اللي اتسمح لي، يبقى انا هنا هحول الى باسيف مبني للمجهول. طب المبني للمجهول يقول لك احنا بنبدا بالمفعول، يبقى اي بما ان مي هتبقى اي. طب allowed في الماضي
المبني المجهول في الماضي هو was were تصريف ثالث، يبقى I was allowed تبقى allowed. I was allowed. أي صيغة مبنية للمجهول مع الأفعال حط to المصدر. يبقى I was allowed to drive the car. طيب تجي لك جملة زي ديت يقول لك هل ينفع نقول I was let؟ انت بنيت allow للمجهول I was allowed. هل ينفع نحط let ديت باسيف؟ قال لك لا. يبقى انا لما يجي لي في الامتحان allow هي بس اللي تبني للمجهول، let تبني للمجهول، let ما تبنيش للمجهول. يبقى ما فيش صيغه في الانجليزي اسمها I was let. عندي صيغه اسمها I was allowed. طيب يجي لي هنا في الامتحان يقول لي my dad let me drive the car، حط allow. يبقى الجمله انهي؟ الجمله بتاعت my dad allowed me to drive the car. يجي لي في الامتحان سؤال يقول لي my dad بابا allowed سمح نقط the car. تقول لي مستر استنى، allowed حاجتين، لا اما هتاخد مفعول to مصدر، لا اما allow يجي وراه خبط لزق فعل ing. يبقى انا هنا my dad allowed drive to drive driving، يبقى my dad allow بعدها فعل اسمه driving ing. يبقى allow مفعول to مصدر، و allow مفيش مفعول فيه فعل يبقى ing. طيب عندي فعل اسمه stop، وكلمة stop يعني يتوقف. stop ايه قاعدتها؟ قال لك stop لما يجي وراها object بتبقى عايزة ing، لا اما from ing. يبقى انا تاني عندي فعل اسمه stop، stop يعني يوقف، stop يجي وراه مفعول حط بعدها ing from ing. يعني اقول لك my dad بابا stopped me وقفني. my dad عندك فعل اسمه stop جاي وراه مفعول يبقى stopped me from smoking، او تقول لي stopped me smoking. يبقى مفعول ing مفعول from ing. طيب عندي فعل سببي تالت او خامس او سابع زي ما انت عايز تقول. الفعل ده اسمه help. هو مش فعل سببي يعني بس من الافعال. help ده ايه ظروفه؟ قال لك والله يا مستر مش عايز ازعلك، help يجي وراه المفعول الاوبجكت. قال لك عايز حاجتين، لا اما تحط لي المصدر لا اما تحط لي to المصدر. يبقى stop قالت لك المفعول يجي معاه ing او from ing. طب help ايه ظروفه؟ قال لك يا مستر جه معايا المفعول حط لي مصدر to المصدر. يبقى انا help يعني يساعد، يبقى I helped my brother ساعدت اخويا do his homework ساعدت اخويا في عمل الواجب. طب مش عاجبك I helped مفعول do هتحط لي to do. يبقى لا اما do لا اما to do عشان عندي فعل اسمه help مفعول مصدر او to والمصدر. طيب عندي اخر حاجه في الجرامر ده حاجه اسمها الافعال القموصه. جمعتهم لك كده في اسم الافعال القموصه عشان ليهم قاعده معينه كده. الافعال انهي؟ القموصه.
طب يا مستر الافعال القموصه دي مين هم وبستخدمهم في ايه؟ قال لك مين هم؟ هو فعل اسمه suggest اول واحد، وsuggest يعني معاه فعل اسمه recommend، وريكومند يعني يوصي، وsuggest يعني يقترح. طيب فعل تاني اسمه ask يطلب او يسأل. طيب فعل تالت اسمه insist، insist يعني يصر. طيب فعل رابع اسمه advice، وadvice يعني ينصح. طيب عندك حاجات كمان، حاجة اسمها it is vital ضروري، لو ما لقيتش vital ممكن تلاقي necessary ضروري، مش necessary ممكن تلاقي crucial مهم او ضروري، ممكن تلاقي حاجة اسمها essential يعني مهم او ضروري، ضروري او هام. ماشي؟ يبقى انا suggest يقترح، recommend يوصي، ask يطلب يسأل، insist يصر، وadvice يعني ينصح. طيب لو لقيت واحد من الافعال دي عندك قاعدة مختلفة تانية. طيب ايه قاعدتهم؟ قال لك بص يا مستر، احنا كلنا كده بربطة المعلم، لو جه معانا جملة ذات، وممكن ذات دي تبقى اوبشنال اختيارية ما تلاقيهاش. طيب بعد ذات هلاقي ايه؟ قال لك هتلاقي subject فاعل، يعني احنا كنا بنرغي في المفعول. لو لقيت suggest recommend ask insist advice it's vital necessary crucial essential ده كله، لو لقيت وراه فاعل حط له مصدر او should والمصدر، should مصدر. يبقى ايه قاعدة الافعال القموصة؟ قال لك احنا كده شلة المعلم، لو لقيت معانا ذات او ممكن ما تلاقيهاش ومعانا فاعل حط مصدر او should والمصدر. طيب نقول جملة. علي suggested، الواد علي اقترح suggested that he not harder. علي suggested that مستر انا عندي that، جملة that وراها فاعل، يبقى انا محتاج هنا الفعل مصدر. اختار. علي suggested that he works. تقول لي يا مستر ايه السؤال اللي انت جاي تختبرني فيه ده؟ طبعا في فاعل مفرد، والفاعل المفرد احنا عارفين ان هو بياخد الاس. تقول لي works، اقول لك غلط. ليه غلط؟ لان عندي قاعده اسمها suggested فعل قموص يجي وراه ذات معاه فاعل، يبقى تحط الفعل فين؟ مصدر، يبقى اجابتنا هتبقى work. طيب يا مستر مش في قاعده اصلا لسجست بتقول لك ان suggest دي لما بتيجي بتبقى عايزه وراها verb ing؟ اربط بقى. يبقى انا suggest لقيت معاها فاعل بعدها حط مصدر. طب suggest اصلا ما وراهاش فاعل، جاي وراها الفعل خبط لزق زي allow، يبقى suggest و recommend الاثنين بياخدوا فعل ing recommend، جي وراهم الفعل خبط لزق هياخد verb ing. واديك مثال اقول لك علي suggested، الواد علي اقترح، مفيش فاعل يبقى going to the zoo. الواد علي اقترح عليهم ان هم يروحوا حديقة الحيوان، suggest مش مع فاعل، suggest هتاخد ing مع recommend. وكده نكون خلصنا الجرامر بتاع الكوزاتيف. تمام؟ ونبدأ نشوف الحل. أول سؤال بنقول I had the mechanic. قلت لك السببية يعني أنا خليت حد يعمل لي حاجة.
ولما الاقي فعل اسمه had اللي هو كان اصله have يبقى انا هلاقي هنا هو عاقل وهلاقي مصدر. خلاص بقى الموضوع انتهى. I had the mechanic repair my car. انا خليت الميكانيكي يصلح عربيتي. ده معناه ان انا خليت الميكانيكي to repair، يبقى عايز احول من مصدر ل to المصدر، يبقى انا عايز فعل سببي ياخد to. طبعا forced I forced the mechanic ياخد to. asked طلبت ياخد to. make عاقل او make مفعول كانت بتاخد مصدر، لقيت مفعول مصدر. يبقى انا لما انا خليت يبقى انا طلبت مش اجبرت. تمام؟ طيب سارة didn't wash the curtains herself. البت سارة ما غسلتش السجاد او الستاير بنفسها. ما غسلتش السجاد بنفسها يبقى خلت حد يغسل لها السجاد، او خلت السجاد يتم غسله بواسطة حد مبني المجهول. يبقى she had فعل سببي. the curtains غير عاقل مفعول، يبقى انا عايز بي صح، مش هروح للاجابات التانية. تمام؟ طيب the manager paid someone to decorate the hall. المدير دفع لحد عشان يديكوريت يصمم الغرفة او يزين الغرفة. ده معناه ان هو made جعل الهال decorating، لا decorated the hall himself عملها بنفسه، لا let the hall let مفعول مصدر let the hall decorate. طب فين السببية اللي خلى حد يعمل الحاجة؟ يبقى had سببية the hall مفعول بي. يبقى إجابتنا هتبقى دي. we need to اعمل في حسابك اللي need to عايزة الفعل في المصدر، يبقى أنت ممكن تطلع got وتسيب make وهاف ولت ونشوف القاعدة بتاعتنا. we need to not our air conditioner مفعول يبقى بي immediately في الحال. يبقى we need to let عايزة مفعول مصدر، got لأ، make مفعول مصدر يبقى have وغير عاقل بي. my father made me apologize. بابا خلاني اعتذر لحد. ده معناه ان I apologized because he خلاني اعتذر، ان انا اعتذرت بسبب ايه؟ ان هو forced me طبعا اجبرني، قال لي اعتذر. طبعا هو مش سمح لي، لا ده هو قال لي اعتذر forced me. she had her laptop. هي خلت حد يصلح لها اللابتوب. this suggests that she ده بيقترح او بيقول ان هي bought a new laptop arranged for someone to repair it. ايوه جهزت لحد ان هو يصلحه كويس. repaired it herself لا damage it out. the teacher got the students. got عاقل سمعني مصدر to المصدر يبقى to redo their assignments again. my parents didn't not me مفعول مصدر. مين مفعول مصدر؟ كان عندي make ولت. get لا عايز عاقل غير عاقل. encouraged me to allowed me to يبقى let me. سهل منه. I will have تقول لي يا مستر هي I will have دي positive، اقول لك سببيه اشتق. the mechanic عاقل مصدر كلام سليم. علي said مباشر وغير مباشر. لما تلاقي علي قال يبقى ده غير مباشر عشان ذات، يبقى رجع الزمان خطوه لورا، يبقى will have تبقى would have. دخل لك قاعدتين في بعض. I not my car repaired غير عاقل. هنقعد نغني بقى في كل سؤال. بي every year as a regular routine يبقى انت عندك مضارع بسيط، رجع ماضي بسيط. يبقى I had my car repaired ولا الوحيدة اللي راجعة I had my car repaired. يبقى had I'm having have will have لا طبعا مش هنرجع السؤال ده، هنعيد تاني. طيب I not my car غير عاقل. بي every year as a regular routine. الروتين ده يديك مضارع بسيط. فين المضارع البسيط؟ يبقى
I have مضارع بسيط. طيب we weren't not to wasn't weren't amn't isn't aren't ده مبني للمجهول يبقى مع الافعال السلبيه يبقى to مصدر. يبقى we weren't ما تمش not to take photographs inside the museum يبقى we weren't allowed. we weren't allowed weren't to المصدر. تمام. if you can't fix this computer لو انت مش قادر تصلح الكمبيوتر ده حالة اف اولى. تمام. عايز الناحية التانية جملة مستقبل ما لقيناش جملة مستقبل يبقى فعل امر infinitive مصدر يبقى اجعل your brother help you. عندي عاقل ومصدر مين فعل السبب اسمه يجعل ياخد عاقل مصدر هي have. Mom doesn't not me sweets very often. عندي مفعول اللي هتجيبه في الأول لازم يكون اللاحقة بتاعته صح. هتجيب allow محتاج to المصدر مفعول. هتجيب get محتاجة عاقل غير عاقل to المصدر be. هتجيب make مفعول مصدر. هتجيب let مفعول مصدر. I couldn't concentrate because أنا ما قدرتش أركز بسبب I know the air conditioner fixed all morning. طبعا عندنا because as since بسبب ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي تام مستمر تام. بما ان all morning يبقى انا هنا الاير كونديشنر غير عاقل مش فارقه have وجت لان الاثنين اخوات لما يجي غير عاقل بي يبقى انا عايز all morning جبت الزمن من قاعده اسمها بسبب because as since ماضي بسيط ماضي مستمر او ماضي تام. all morning يديني ماضي مستمر يبقى was having. she always has her clothes. هي دايما has تجعل حد ينظف لها الملابس او يعمل الملابس يخيطها لها. باي خلصانه بمجهول ومجهول يعني has have get got مفعول والبي بي سيون يعني خيط. The boss made the employees. المدير خلى الموظفين made مفعول حل يلا make مفعول من الناحية اللي كانت على الشمال الشلة اللي على الشمال يبقى make مفعول مصدر. She had the doctor examine her eyes. هي خلت الدكتور يفحص عينيها. ده معناه ان هي she got اجبرت او خلت الدكتور to examine. ايوه حول من have لجت. she made the doctor examines. لا اجابتنا هتبقى ايه؟ طيب she has the floor polished. كلمة polished يعني بتلمع. she had سببية مفعول بي ده معناه ان الفلور مبني للمجهول يبقى was polished by hair. استنى was polished by hair ما كانتش هتبقى سببيه لان الراجل بيقول لك هي خلت حد يلمع لها الايه الارضيه يبقى هي مش by herself ولا polished hair يعني الارضيه هي اللي نظفتها ولا polished itself نظفت نفسها يبقى was polished for hair يبقى الارضيه اتنظفت او اتلمعت ليها for hair. She had her speech. هي خلت سببية her speech غير عاقل يبقى بي by an expert linguist خبير لغوي يبقى corrected. We had our ticket سببية مفعول بي وانت مغمض يبقى booked. My tutor المرشد او المدرس made me فعل make بعده مفعول يبقى في مصدر يبقى في ريفايز. طبعا كلمة the composition يعني التأليف as it was full of mistakes يعني الحاجة اللي أنا كتبتها خلاني أعملها مرة تانية عشان جواها أخطاء كتير. I was made تقول له مستر هي دي make مفعول مصدر أقول لك لأ ده مبني للمجهول was made يبقى to revise فعل مبني للمجهول يبقى to والمصدر. I got مفعول بي done اي causative هتحل كده. The teacher not the students المدرس عمل ايه في الطلاب correct مصدر
في عاقل وفي مصدر. مين اللي يجي عاقل ومصدر؟ المدرس خلى الطلاب يصححوا. طيب يا مستر، هو المدرس ده مش ده مفرد؟ يبقى انا عاوز لا اما الفعل ماضي لا اما الفعل مضارع زي ميك مفعول مصدر تبقى ميكس. ماشي. طب هاد يا مستر تنفع؟ هاد عايزه عاقل ومصدر. صح. طب يا مستر allowed ما تنفعش عشان عايزه مفعول وتو. cause ما ينفعش عشان عايزه مفعول وتو. the teacher not the students to. يبقى allowed مفعول هنا بقى. هنا الستودنتس مفعول، هنا الستودنتس الفاعل. هو المدرس خلاهم يعملوا، تمام؟ هنا المدرس خلاهم جعلهم يعملوا حاجه. طب هنا المدرس ايه؟ سمح لهم ان هم يعملوا. ماشي؟ يبقى المدرس هو اللي سمح للمفعول. I had my dinner cooked. had سببيه غير عاقل او مفعول بي. ده معناه I had my dinner cooked، يعني انا جعلت حد يعمل لي العشاء. I cooked my dinner by myself. No. I cooked the dinner for someone. انا اللي عملت الاكل لحد؟ لا، ده حد عمل لي الاكل. I got my dinner to cook. مش معلوم، مش مجهوله. Someone cooked my dinner for me. خد بالك ان كلمه by myself بتساوي on my own. يجي لك by myself، تمام، او on my own. اعرف ان on my own بنفسك، مش انت اللي هتبقى عامل الحاجه دي بنفسك، تمام. طيب it's impossible to، من المستحيل ان. my parents عاقل، عندي to مصدر. مين يجي معاه عاقل to مصدر؟ get. to get my parents to tidy. طبعا make مفعول مصدر. have عايز عاقل مصدر. let عايزه مفعول والمصدر. we will have to get the phone. will have سببيه، تمام. to get سيبك منها الفعل الثاني. the phone غير عاقل، وعندك بي يبقى fixed. سببيه مفعول بي. father always stops me. كلمه stop مفعول يبقى ing او from ing. شرحها لك. from ing او to ing يبقى from wasting. we won't paint our house ourselves. احنا ما دهناش بنفسنا، يبقى في حد او احنا خلينا حد يدهن. by يبقى مجهول، يبقى we won't paint it. ما دهناهوش بواسطة، لا احنا دهناه. we will have painted it. احنا سوف will have be مستقبل تام، لا. will have it painted يبقى will have سببية مفعول be. you cannot on a t-shirt in the shop. تطبع اسمك على التيشيرت في المحل ده. طيب you can عايزة المصدر، طبعا printing out. get your name مفعول be. صح. طيب have printed ده مضارع تام، ما ينفعش get printed، لا. كده نكون خلصنا حل على الكوزيتيف السببية. طيب نخش على الجرامر الثاني، وهو الكلام المباشر والكلام الغير المباشر. طيب يا مستر، الكلام المباشر ده هو الكلام اللي بيطلع مني. انا بكلم حد دلوقتي واتكلمت وقلت له اعمل حاجه، فواحد ثالث سمعنا خد الكلام اللي المستر لسه قايله للطلاب بتوعه وقام ناقل الكلام. طبعا لما ينقل الكلام المباشر لغير مباشر اكيد كل حاجه انا قلتها هتتغير. كل حاجه زي فعل قول، زي ضمير، زي زمن جمله، زي ظرف. تعال نشوف الجرامر اللي اسمه reported speech. كلمه reported speech يعني الكلام المنقول. الكلام المنقول. طيب ناخد جمله نشوف. فاطمه بتقول لك. فاطمه said. البت فاطمه قالت to علا. فاطمه قالت لعلا. اتنين بيتكلموا، ففاطمه بتقول للعلا ايه؟ كوما كوتيشن مارك. فاطمه هتقول للعلا I
will travel next week. أنا هسافر الأسبوع الجاي يا علا. يبقى أنا عندي دلوقتي البت فاطمة متحدث، المتحدث اهوت. عندي فعل قول اسمه said to مفعول، فعل قول. العلا المتحدث إليه. علا بتقول، البت فاطمة بتقول للبت علا في كوتيشن، اعرف ان ده كلام دايركت مباشر. وفي said to اعرف ان الكلام مباشر، كلام مباشر. البت قالت لها ببقها I ده الفاعل اللي هو فاطمة، will travel ده زمن الجملة. طيب next week ده حاجة اسمها ظرف. فاحنا عندنا دلوقتي فاطمة قالت للبت علا أنا هسافر الأسبوع الجاي. عايزين نحول من دايركت إلى indirect. الكلام اللي فوق ده هنحوله من مباشر لكلام غير مباشر، اللي هو الكلام اللي اتنقل. فأول خطوة في التحويل قال لك بنقابل حاجة اسمها فعل القول. طب فعل القول ده بيحصل فيه ايه؟ قال لك بنغير فعل القول. يعني ايه بنغير فعل القول؟ يعني انت لو لقيت said قالت وخلاص said نزلها said. طب لو لقيت هي قالت لحد said to نزلها told. وtold بشرط هيجي وراها المفعول. يبقى خد بالك، لقيت said هي قالت للعمة نزل said. طيب لقيتها قالت لحد يبقى said to هتلاقيها told. يعني انا مصر اول ما اشوف told يبقى الكلام ده indirect غير مباشر. ايوه يا سيدي، فعل القول اول حاجة قابلناه هيتغير. طيب وبعدين قال لك بلاقي حاجة اسمها quotation mark. بنعمل ايه في الquotation mark؟ قال لك نحذف التنصيص، علامات التنصيص دي نشيلها. يبقى انت لقيتها يبقى انت كلام مباشر، ما لقيتهاش يبقى انت كلام غير مباشر. وبنربط بحاجه اسمها ذات، وذات دي اوبشنال، ممكن تلاقيها ممكن لا. شلنا الكوتيشن هنحط ذات. طيب هتلاقي بعد كده الفاعل الضمير. قال لك نحول الضمير اي ده هنحوله يعود على مين؟ يعود على فاطمه. طب بعد ما احول الضمير هلاقي زمن الجمله اللي هو will travel. نعمل له ايه؟ قال لك بنعمل له حاجه اسمها باك شيفتنج، بنرجعه خطوه لورا. طب قول لي بقى يا مستر هترجع خطوه لورا ازاي؟ قال لك سهله وبسيطه. عندك زمن اسمه مضارع بسيط. طب ايه هو المضارع البسيط؟ اقول لك ان احنا عندنا فعل مفرد بنضيف له SES والفعل الجمع بنحط له مصدر. طيب هتحوله لايه يا سيدي؟ قال لك مضارع بسيط هيتحول الى رجعه خطوه لورا، هيبقى ماضي بسيط. حلو، مضارع بسيط ارجع ماضي بسيط. طب ايه هو الماضي البسيط؟ قال لك الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. طيب عندي زمن تاني اسمه مضارع مستمر. نعمل ايه في المضارع المستمر؟ قال لك هنرجعه الى ماضي مستمر. طب ايه هو اصلا المضارع المستمر؟ المضارع المستمر قال لك am is are وحط الاي ان جي. طب الماضي المستمر قال لك was were وحط الاي ان جي. طيب مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع بسيط ماضي بسيط. طب انا لو لقيت مضارع تام، مضارع تام رجعه الى ماضي تام. طب هو ايه المضارع التام اصلا؟ قال لك المضارع التام هو have وhas وحط البي بي. طيب ماضي تام يعني had وحط البي بي. طيب لو انا لقيت المستقبل يا مستر اللي هو will اعمل فيه ايه؟ will ترجع would. طب لو لقيت استطاعة كان ترجع could.
تمام. طب لو لقيت may رجعها might. طب يا مستر اتذكى عليا وجاب لي جمله فيها used to. لا، used to هيجي وراها المصدر نزلها زي ما هي. طب يا مستر اتذكى عليا وجاب لي حاله اف الثانيه اللي هي فيها الماضي البسيط. الماضي البسيط ده هنعمل فيه ايه؟ والناحيه الثانيه would والمصدر كده كده اوريدي هم راجعين فهينزلوا زي ما هم. طب يا مستر يتذكى عليا وجاب لي فوق could دي هتنزل ايه؟ هتنزل زي ما هي لانها راجعه. اتذكى عليا وجاب لي would او might وهكذا، او had والبي بي نزل زي ما هو. طيب will would can could we may might. طب يا مستر لو الراجل ده انت لسه قايل لي جاب لي مضارع، الراجل ده لو جاب لي مضارع بسيط، المضارع البسيط هيتحول الى قلت لك ماضي بسيط. طيب الماضي البسيط التصريف الثاني للفعل يتحول يبقى ماضي بسيط، يبقى احنا اخرنا في الازمنه لا اما ماضي بسيط لا اما ماضي تام. خلي بالك، يبقى انت المضارع التام هيتحول لماضي تام. طيب المضارع البسيط ماضي بسيط انت لسه قايل، طب الماضي البسيط ذات نفسه يتحول الى ماضي بسيط او ماضي تام. طب امتى يا مستر الماضي البسيط يفضل ماضي بسيط؟ قال لك لو الظرف ما تحولش. يعني انا الظرف اللي في الاخر اللي هو نيكست ويك، الظرف ده هوت ما تحولش مين؟ الزمن ده مش هيتحول. يبقى انا لما بضب ماضي بسيط مش هحوله لماضي تام، هخليني في الماضي البسيط ذات نفسه. طيب غيرنا الزمن. بعد كده اخر خطوه هنعملها قال لك هنعمل ايه في الظرف؟ قال لك 4 نغير الظرف. يعني انا هحل الجمله دهيت جمله الدايركت والاندايركت في الامتحان على اساس مين؟ على اساس الظرف دوت. ركز بقى، الظروف هتتقسم لحاجتين برضه. لو احنا لقينا ظرف اسمه ناو دلوقتي هنلاقيه في الاندايركت زن، ودايما بقول لكم اربطوا ناو زن، يبقى ناو هتلاقيها زن. يعني انا لو جالي زن تحت وطلب مني زمن، ناو زن دي لازم تتحول الاول لاصلها ناو عشان نجيب من ناو علامه من علامات المضارع المستمر ام از ار اي ان جي عشان تجيب الناحيه الثانيه was where اي ان جي. شفت اللعبه فين؟ اللعبه هنا لازم ترجعه لاصله عشان تجيب الزمن ده وتحط الزمن ده اللي راجع باك شيفتنج اللي احنا لسه قايلين عليه. طب ناو زن، طيب لما قابل نيكست يير مثلا، نيكست قال لك نيكست هتتحول الى ذا فولوينج الجاي، ذا فولوينج يير، او ذا يير افتر ولا بيفور؟ بعد يبقى افتر، ذا يير افتر. طيب مع ان نيكست يير ذا فولوينج year او the year after. طيب لو انا لقيت last year السنه اللي فاتت، last year دي هتتحول the following هتبقى the previous السنه اللي فاتت او السابقه the previous year، او the year after تبقى the year before السنه اللي قبل. طيب دول next و last. طب لو لقيت tomorrow غدا احولها الى، لو لقينا تومورو غدا هنحولها الى نفس اللي عملناه في نيكست، هيبقى ذا day after او ذا following day. طيب لو لقينا تومورو الماضي بتاع تومورو هو yesterday، هنعمل ايه في yesterday؟
قال لك yesterday نفس اللي عملناه في tomorrow هو the day after، هتبقى yesterday the day before. طيب و the following day هيبقى the previous day. the previous day. حولنا الظروف، حولنا الأزمنة، حولنا كل حاجة. تعالى يلا نحول الجملة بتاعتنا اللي كانت بتقول لك، اكتبها لك تاني. جملتنا كانت بتقول فاطمة said to علا، قالت لها I will travel next week. أنا هسافر الأسبوع الجاي. تمام؟ طيب نحول يلا يا باشا من دايركت إلى indirect. الجملة ديت عايزين نحولها من كلام مباشر لكلام غير مباشر. فاطمة تنزل فاطمة. said to من مباشر تبقى told والمفعول اسمه علا. قالت للبت علا. احذف تنصيص، اربط بذات. اوبشنال اختيارية، ممكن تلاقيها ممكن ما تلاقيهاش. ادي ذات. قالت لها I على فاطمة، حول الضمير تبقى she. طيب زمن الجملة والمصدر will هتنزل would travel. next يا مستر انت قايل لي هتبقى next week، دي هتبقى the following week. طب مش عايزة following week، هتبقى the week after. يبقى فاطمة said to علا I will travel next week. فاطمة told علا that she would travel the following week أو the week after. كده احنا حولنا. طيب مستر هو في حالات ما ينفعش احول فيها؟ حالات لا يمكن تحويل الزمن. ما ينفعش تحول الزمن، وركز فيه. حالات لا يمكن تحويل الزمن فيها زي ايه يا مستر؟ قال لك شفت said to، لو حط لك فيها just a moment او just said لسه قايل او a moment ago. يبقى انا اقول لك فاطمه just said يبقى I will travel تنزل I will travel. طيب لما اقول لك فاطمه said a moment ago will travel تنزل will travel تنزل will travel زي ما هي، ما حولش. يبقى اول حاله لما الفعل يكون لسه متقال منذ لحظات. طيب الحاجه الثانيه قال لك والله يا مستر لما تبقى حقيقه. انت شايف ان الاسد بياكل لحمه، يبقى lions eat meat. والله دي تتحول تبقى ايه؟ ان اللايونز eat meat زي ما هي. يبقى حدث منذ لحظات وحقيقه. طب ايه تاني؟ قال لك والله لو فعل، وركز في دي، فعل القول مضارع. يعني استنى، انت عمال تلعب لي في حته said told. ايه فعل القول المضارع دي؟ لما اقول لك ان فاطمه says to علا، لا ده الكلام كده اتغير. عندي حاجه اسمها فعل قول مضارع. لما الاقي فعل القول مضارع يبقى will اللي هنا هتنزل will. تمام؟ طيب النوت المهمه جدا وبيلعب عليها في امتحانات ثانويه عامه مؤخرا، يقول لك لو الظرف ما تحولش، يعني انا فوق لقيت، لو لقيت فوق tomorrow، لقيت في الاندايركت نفس التومورو نازله، ما حولهاش الى the day after. tomorrow فوق tomorrow تحت، يبقى الزمن هيفضل will. طب يا مستر لو انا لقيت قاعده انت قايلها لي
في السيشن الاولانيه ان اي رابط معاه مضارع بسيط او تام الناحيه الثانيه مستقبل او فعل ايه؟ امر. لو دخل لي النوت دي في دايركت واندايركت مع سيد او تولد وحط لي رابط اسمه افتر، اللي هيجي بعد افتر مضارع بسيط، رابط مضارع بسيط ما تحولش، هتلاقي هنا هوت مستقبل بويل. حتى يا مستر لو انا لقيت سيد او بروميست او اي فعل قول، حتى لو لقيت اي فعل قول من دهمت ما ترجعش. لو معاك اي رابط مضارع بسيط حط المستقبل بويل وما تخليهوش وود. تمام؟ طيب خد الجملة دي. The teacher said، المدرس قال do your homework، اعمل واجبك. الجملة الثانية The teacher said don't waste your time. جملة كمان My friend said، صاحبي قال Are you busy؟ يا علي انت مشغول يا علي؟ بيسأله بيقول له انت مشغول يا علي؟ طيب خد الجملة الأخيرة My friend، صاحبي said، قال What are you doing علي؟ انت بتعمل ايه يا علي؟ الاربع اسئله دول يلموا لك جرامر على reported speech. اول جمله لو تاخد بالك الجمله ديت جمله do بدأ بالمصدر، دي جمله imperative، جمله امر. في امر هنا، المدرس بيأمرك قال لك do your homework. نعمل ايه في الامر؟ قال لك في الجمله الامريه، وركز جمله الامر بنحط to والمصدر. يبقى انا لما الاقي في to والمصدر يبقى هنا كان في امر. طيب the teacher said don't waste، دي جمله نهي. طب في النهي اعمل ايه؟ قال لك حط not to والمصدر، not to والمصدر. تمام؟ طيب نشتغل كده على الجملة الأمرية. هنلاقي إن the teacher said مع الأمر، الراجل هنا أمر يبقى ordered. غيرنا فعل القول من said قال إلى ordered يعني أمرنا أو advised نصحنا. تمام؟ that the teacher ordered that، لا مفيش that طول ما في امر او نهي. يبقى the teacher ordered يبقى to do your homework يبقى my homework او our homework. do your homework اعمل واجبك، يبقى المدرس امر او نصح قال ايه؟ يبقى the teacher ordered to do my homework أو to do our homework. تمام؟ يبقى بنحط to والمصدر لو كان في أمر.
طيب the teacher said don't waste your time. يبقى the teacher المدرس، التيتشر هنا عمل نهي يبقى warned حذر، او advised برضو نصحني. the teacher warned to waste my time ولا not to waste؟ يبقى not to waste my time او our time. يبقى انا في النهي احط not to، لقيت not to يبقى ده كان اصله نهي، لقيت to المصدر ده كان اصله امر to do my homework. طيب my friend said دخلنا في حته سؤال، وده سؤال بفعل مساعد، يعني سؤال اجابته لا اما بيس لا اما بنو، صح كده؟ سؤال بمين؟ بفعل مساعد. طيب اعمل ايه يا مستر في السؤال الفعل المساعد؟ عايز رابط تحت تربط ما بين الجملتين. قال لك في حاله السؤال بيس او نو حط رابط اسمه اف او رابط اسمه whether. رابط اسمه whether، تمام؟ يبقى لا اما whether لا اما اف. وخلي بالك انها ممكن تجي لك في الامتحان whether يعني الطقس، لا احنا مش عايزين weather اللي هي WEA، عايزين WHETHER weather، تمام؟ يبقى my friend said are you busy. طيب عشان احول السؤال اللي هو بفعل مساعد لازم يكون سؤال مش مباشر، سؤال غير مباشر. طب اعمل ايه السؤال الغير مباشر ده؟ قال لك من فعل مساعد فاعل اعكس، يبقى الفاعل فعل مساعد، فعل مساعد. يبقى my friend صاحبي، بما انه سيد قال انا عايزه هنا سأل يبقى asked. تمام؟ يبقى my friend said، يبقى my friend asked خليها مي بقى، سيبك من علي دي. يبقى my friend asked me او asked علي، مفيش مشكله. my friend asked me. لقيت في سؤال بفعل مساعد هتربط بمين؟ هنربط ب if او whether، سواء او اما او سواء او. my friend asked me if you ده الفعل هيتحول الى I، if I و are هتتحول الى am. بس خلي بالك ان احنا في الدايركت والاندايركت بنحول الزمن خطوه لورا، يبقى I am هتبقى I was busy if I was busy، وبنحط فول ستوب عشان ده بقى سؤال غير مباشر. يبقى if I was busy، تمام؟ طيب my friend said صاحبي قال what are you doing؟ سؤال بأداة استفهام، سؤال بأداة استفهام. نعمل ايه في الأداة الاستفهام؟ قال لك أداة الاستفهام بننزل أداة الاستفهام زي ما هي، ماشي؟ وبعدين نعكس وبعدين نحول الزمن. طب يعني ايه هتبقى ايه؟ قال لك ان my friend يبقى دي my friend، بما انه said سأل، قال said سأل يعني asked me او asked علي. طب يا مستر هو انا دلوقتي لو انا جبت ده فعل قول جه بعده مفعول، ايه رأيك في الفعل اللي اسمه wanted to know أراد أن يعرف، وفعل اسمه inquired استفسر؟ دول ما بيجيش وراهم مفعول، مفيش معاهم مفعول. يبقى لو احتاج مفعول حطه asked، ما احتاجش مفعول حطه wanted to know أو inquired. يبقى my friend asked me. نعمل ايه هنا؟ قال لك في what نزل what. طيب are you what عندي are you فعل هتبقى I am، حول ورجع. I am هترجع إلى what I was، am ترجع was what I was doing. هتحط علامة استفهام، هتحط فول ستوب يا باشا عشان ده سؤال indirect غير مباشر. وبكده نكون خلصنا جرامر الريبورتد سبيتش. طيب نبدأ حل على reported speech. reported speech اللي هو الكلام المباشر وغير المباشر. طيب
سارة said that البنت سارة قالت ان she not English for 5 years. طبعا انت عارف ان for حاجات تامة، يبقى انا كان اصلي مضارع تام، انزل ارجع باك شيفتنج. مين اللي يرجع؟ will فوق. studied ماضي بسيط تحت. had been studying تحت. has studied فوق. يبقى انا عندي 2. had been studying ماضي تام مستمر، صح؟ عشان فور يبقى الحدث ده كان مستمر، يبقى had been studying كان اصله have been studying، نزل had been studying تام. The teacher told us that the exam results، المدرس قال لنا ان نتيجة الامتحان، خد بالك ان ده object مفعول. soon يبقى انت عاوز تحول الزمن وترجع خطوة لورا. will فوق، طب would نزلت، have فوق، announced نزلت، يبقى انا عايز حاجة مبنية للمجهول، يبقى will be announced نزلت، would be announced مجهولة. The doctor advised me، advise مفعول to المصدر، لم advice مفعول to المصدر، advise that I مصدر أموس not sugar، يبقى the doctor advised me not too much sugar، يبقى to المصدر أو نهي يبقى not to والمصدر كان أصلها don't. حلو السؤال ده. يبقى advise me not to eat أو to eat، يبقى أنا عندي النفي هنا عشان معنى الجملة. She said that هي قالت إن she a new job the previous month. previous يعني السابق، كان أصلها last month الشهر اللي فات. طب last تدينا زمن اسمه ماضي بسيط، طب الماضي البسيط يتحول ماضي بسيط أو ماضي تام. حلو، جبنا الزمن يبقى that she got ولا had got ولا had got. طيب انا عندي she said that هي قالت she not a new job the previous month. انا بالنسبه لي هرجع ده ماضي بسيط، خليه ماضي تام بدل هو جاب لك الماضي التام، يبقى ماضي تام وماضي بسيط موجودين، خليك يرجع خطوه لورا يبقى ماضي تام. don't touch that wire ما تلمسش، نهي، انا شارح لك اول ما تشوف النهي هيبقى فيه not to مصدر، يبقى زي electrician الكهربائي warned us حذرنا، يبقى not to touch ما نلمسش. The journalist reported that the fire not completely reported عمل تقرير ان الفاير النار تم التحكم فيها. ما احنا بنتكلم على الفعل control يعني يتحكم، مش هو اللي اتحكم. وبعدين ده كلام منقول، يبقى انا عايز ارجع had رجعه ايوه controlled out عشان ده مش مبني المجهول. had been controlled صح، was controlling مبني المجهول لا، has controlled مش مبني المجهول، يبقى had been controlled ده المبني المجهول، had been والبي بي. The guy told us that the castle المرشد قال لنا اخبرنا ان الكاسل القلعه in the 20th century في القرن ال 12. طيب in the 20th century عشان قايل لك ان in وبعدها فتره in 2020 ده ماضي بسيط. طب لما الاقي in the او over the in the او over the وفتره في الماضي بقى ده مضارع تمام. طيب the guy told us that the castle not in the 20th century مضارع تام او ماضي تام، ماشي، in the last 20th century. يبقى انا هنا الكاسل object مفعول، يبقى انا هطلع بيلت عشان مش مبني المجهول، وهاز فوق الرجعه بتاعتها طبعا احنا بنرجع عشان ده indirect، يبقى انا مش عايز هاز انا عايز هاد. عايزين هاد عشان دي اللي راجعه مبني المجهول، هاد بين والبي بي. طيب she was not that عايزين فعل قول مجهول بناهولك المجهول، هي تم سؤالها ده مش سؤال. the hall was ready for the birthday party ان القاعه بقت جاهزه لحفله عيد الميلاد ده مش سؤال. she was said ده ما بيبقاش للمجهول، يعني ما ينفعش اقول لك هي تم قولها لا، هي تم اخبارها، مش تل يعني يخبر. she was told بيبي. طيب
The science teacher said that when you freeze water when ده if حالة if صفرية. ليه؟ عشان دي حقيقة. طب لما احنا نجمد المية ينقط ايس بنحصل على الايس الجليد او التلج. طيب مش احنا قلنا فعل قول مضارع just now just a moment كلام لسه متقال منذ لحظات، حقايق، الفعل ما بيتغيرش، يبقى انا الحالة الصفرية لازم تبقى ملم بالحالة الصفرية. مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع حالة صفرية يبقى get. علي said he not to the party that day since he didn't since ماضي بسيط. طيب لما الاقي since ماضي بسيط يبقى انا عايز مضارع تام. طب المضارع التام يرجع الى ماضي تام، بس استنى هي since هنا جاي بعدها ماضي بسيط. طيب علي قال ان هو to the party that day هذا اليوم this رجعت that since because he didn't ده هنا since اللي بمعنى هنا اللي since اللي بمعنى ايه؟ بسبب بمعنى الجملة since وas because he didn't have enough money لانه ما كانش معاه فلوس. يبقى الواد علي قال ان هو مين اللي راجع؟ اللي راجع can't لا won't لا، اللي راجع هي wasn't going. طيب I used to قايلها لك فهمت used to من غير ما اقرا هتنزل used to لان انت خلاص انت رجعت الماضي البسيط مع used to ما ترجعش. The manager warned us الراجل المدير warned us warned يعني حذرنا that the project بما انه حذرنا يبقى هنا في امر او نهي. the project نقط ده مفعول على فكره project. If we didn't meet the deadline لو احنا ما خلصناش على الموعد النهائي الديدلاين الموعد النهائي يبقى احنا المدير حذرنا that the project مين اللي راجع has cancelled out مش هو اللي هيلغي هو هيتلغي عامة يبقى انا عايز مبني المجهول يبقى would be cancelled مجهول. طيب ليلى told her friends that she not to the dentist when she saw the accident. بنت ليلى اخبرت صاحبتها ان هي كانت رايحه للدكتور الاسنان لما شافت الحادثه كانت رايحه يبقى انا هنا كم اصلي when ماضي بسيط ماضي مستمر. طيب has gone goes انا عايز ماضي مستمر الماضي المستمر was going. رابط عشان انا منبه عليك ان رابط امشي مع الخطوات وسيبك من مين سيبك من فعل القول وسيبك من الكلام المباشر وغير المباشر. زي افتر اي رابط معاه مضارع بسيط مضارع تام حط مستقبل وبعدين اصلا الماضي المستمر ملوش رجعه هو اخر حاجه. The report stated that التقرير اقرر ان الفود برايسز الاسعار ارتفعت وعندي فعل اسمه رايس يعني يرتفع مش محتاج مفعول. الاسعار ارتفعت sharply in the last month. the last او last month بس ماضي بسيط مهمة والله. طب in the last تدينا مضارع تام. طب المضارع التام هيرجع الى ماضي تام عايزة واحد فاهم. last ماضي بسيط in the last مضارع تام. طيب الاسعار ارتفعت مين اللي هيرجع مين الوحيد اللي راجع روز وهاد ريزن. انت عارف ان ده مش ماضي بسيط هيبقى ماضي بسيط لا انت عارف ان ده مضارع تام هيرجع يبقى ماضي تام. She insisted that يا سلام على الفعل القموص ده قموص من الافعال اللي خدناهم insist that the meeting تمام without any delay بدون اي تاخير يبقى المقابله او الاجتماع هيبدا يبقى انا عاوز خد بالك فاعل مفرد الميتنج بس معانا فعل قموص زي insist يبقى انا محتاج مصدر او should والمصدر ماشي يبقى مصدر لا اما should ومصدر. منى promises that البنت منى وعدت ايه ده فعل قول مضارع يعني انت عايز تقول لي ان الزمن مش هيرجع ولا الظرف هيرجع يبقى هو مش مرجع لك ظرف ما ترجعش الزمن وانت عندك فعل قول مضارع. مين اللي مش راجع will be عشان tomorrow كمان علامه من علامات المستقبل. the doctor suggested مش قموص يا suggested دلوقتي عشان مش معاك فاعل بس انت محتاج فعل ing او not ing على حسب الجمله.
The doctor suggested اقترح very spicy food as they are harmful. مضرة، الأكل السبايسي مضر، يبقى not eating نفى ال ing ب not. The director المخرج أو المنتج insisted that قموص that the report not before midday. Submitted يعني يتسلم، يبقى the report ثواني، احنا عندنا هنا report هو اللي هيسلم، لا هو اللي هيتم تسليمه، يبقى انا عايز المصدر اللي هو هيبقى verb to be احط بعده be عشان ابني المجهول، يبقى be submitted. The company announced that اعلنت ان a new branch مفعول by the following year. following year تدينا next year، و next year يعني مستقبل بويل. طب ويل هترجع هتبقى would، او يبقى مضارع مستمر يرجع الى ماضي مستمر. طب هنا انا عايز will out، بما ان فعل القول ماضي شيك يلا، الظرف مش راجع يبقى انا عاوز فعل الزمن راجع يبقى will out would be opened، ده would والمصدر مستقبل بسيط تمام. by the following year، استنى ده انا عندي by the following year يعني بحلول، ولما يبقى عندي by يبقى انا عايز زمن تام، والفترة بتاعتي فترة في المستقبل يبقى انا عايز زمن اسمه المستقبل التام اللي هو will have be اللي هو الباسيف بتاعه هيبقى will have been will be. تمام. طيب يبقى انا عايز would be would والمصدر، لا انا عايز would have been opened. خلي بالك وسؤال كويس، يبقى انا لما الاقي by وفتره زمنيه في المستقبل يبقى ده مستقبل تام، هرجعه خطوه لورا يبقى will تبقى would. The parents forbidden يعني محظور او ممنوع، بيمنع their children not alone at night. بما انك بتمنع يبقى انت بتنهي، يبقى not to walk. Where did you buy this phone؟ سؤال بأداة استفهام. He asked me. ركز لي بقى، أداة استفهام هتنزل. طيب did you هنعمل المقص يبقى I did، و did مع buy تبقى I bought. حلو، ده لسه كله دايركت. طب لما اجي احول للدايركت bought هتبقى لا اما bought لا اما had bought. Where I had، خد بالك where had I أو did I دول لسه أسئلة مباشرة، يبقى where did I where had I أسئلة مباشرة. where I had bought that phone had bought ماضي تام، ولا where I bought this phone. طيب يا مستر أنا عندي أصلا اللي هيحل لي حتة ماضي تام، مش إحنا قايلين الماضي البسيط ينزل ماضي بسيط أو ماضي تام. طب في السؤال ده مين اللي يحل؟ this ده ظرف يتحول إلى ذات، تبقى ناصح كده ان this مش هتنزل this هتنزل ذات. سؤال حلو. My teacher asked me finished my assignment. المدرس سألني لو انا خلصت. سؤال بفعل مساعد، اربط بإف او whether. يبقى انا لما اربط بإف او whether فاعل. طيب whether فعل لا انا عايز فاعل عادي خالص. يبقى my teacher asked me if I have finished. طب لما انت تبقى have finished يبقى انت مضارع تام، ما المفروض تنزل ماضي تام، يبقى if I have غلط. طب whether I finished ماضي بسيط، لا احنا عايزين الماضي التام if I had finished. The guide asked the tourists. السائح طلب من السياح او سألهم the ancient museum was still open. لسه ايه؟ لسه مفتوح. لو المتحف القديم لسه مفتوح تمام، يبقى what the ancient museum was. طيب هو انت هنا بتقول لي the ancient museum المتحف القديم was still open تمام. طيب هو انا ينفع اقول لك what the ancient museum was؟ لا. ماذا؟ طب unless لو لم لا. طب that يعني the guide asked، بدل في ask سأل ما فيش that، يبقى هنا the guide asked the tourists whether لو أو سواء.
I didn't know why سارة. أنا مش عارف والله. Why سارة؟ ليه البت سارة the meeting so early؟ هي غادرت الميتنج بدري ليه؟ عشان أنا I didn't know. I didn't know why. أنا مش عارف ليه سارة غادرت. مين اللي راجع؟ اللي راجع had left. ها. Could you explain to me؟ ممكن. يا سلام على السؤال ده. Could you explain to me؟ طبعا ده الوير ديت سؤال غير مباشر. يعني ايه غير مباشر يا مستر؟ يعني مش هتلاقي question mark دي جايه على could مش جايه على وير. طيب يعني ايه غير مباشر كمان؟ هنلاقي فول ستوب، هنلاقي دبليو سمول، هنلاقي فعل فاعل، لا هتلاقيه فاعل زائد الفعل. السؤال بقى غير مباشر، بدل فعل مساعد فاعل بقى فاعل فعل مساعد. يبقى انت هتطلع كل اللي فيهم فعل مساعد فاعل لان ده سؤال غير مباشر. Did you submit؟ ده سؤال مباشر. انا where هنا غير مباشر. يبقى had you submitted؟ do you submit؟ you submitted. يبقى where you submitted. كان اصل السؤال ده where did you submit؟ where did you submit نزل غير مباشر بفعل فعل. They asked where the missing documents. They asked هم سألوا where the missing document. بما ان ده هو الدوكيومنتس مفعول يبقى انا عايز مبني المجهول. keep out kept out are kept حلو مجهول بس عايزه يرجع يبقى where kept. تمام؟